مشاهدينا على قناة الحياة المصرية والام تي في اللبنانية، الناطرين يشوفوا مين رح يجتاز الامتحان الثاني بسلام. بذكر انه يلي ضمنوا انتقالهم للمرحلة الثالثة يلي بتبدا بعد اسبوعين هن الياس منصور، فريدة رأفت، أيمن حموي ومينا نادر. وهلا أحمد عبد العال. ما بقاش عندي ثقة في حد من اللي انا شفته في جوازي. يا ناس انا خدت ست لكن طلعت فشوش. لا لا لا، مش معقولة ابدا، مش معقولة الدوشة اللي تحت دي. قوم يا زفت انت، شوف الدوشة دي جابت لي الكافية في تاكس متدق اللي على دماغي. مش ست دي والله، لا احلف بالله شاكوش. بقول لك قوم انا جالي صداع. قوم. ايه يا ولية، ما بتبطليش نكد؟ بالليل خناق، الصبح خناق، ارحميني انا دقن دولة وجالي ضعف منك. بقول لك ايه، شوف الدوشه اللي تحت دي لحسن انت عارف انا هعمل فيك ايه. بتهدديني؟ مش انا اللي اتهدد. يعني ايه؟ يعني هشوف في ايه تحت. ايه يا ابني انت وهو في ايه؟ عم تحلق، المايه فيها سم، الناس عماله تموت، اللي بيشرب بق واحد من الحنفيه بيموت على طول. ايه على طول؟ في ايه؟ مفيش حاجه، اقعدي انت استريحي كده، اقعدي استريحي. بيقولوا ان الميه هتقطع يومين ثلاثه كده، ما تشغليش بالك، احنا عندنا خزين جوه. هجيب لك كوبايه ميه من الحنفيه ومعاها اسبرينه وتشربي وهتبقي زي الفل. هتبقي زي، هاتي. حاسه بايه؟ تصدق الصداع راح؟ يعني حاسه ان الصداع ايه راح؟ امال قالوا ان الميه الحاج اللي تحت البيت قال لي ان الميه فيها سم، وانتي ولا بقول لك ايه مش ناقصه صداع تاني. ابعد جدتك دي عشان اعرف انام. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا. كيف احساسك؟ شو بتحس رح تاخد؟ كم وجه مبتسم؟ منشوف، بنسمع آراء اللجنة. يلا هنيدي، شو رأيك بالمشهد يلي شفته؟ يمكن في المرة الأولانية كان 10/10 في الناس اللي عملهم كلهم. كنت فاكر ان انت ممكن تبقى المرة دي عامل حاجة جامدة جدا. المرة الأولانية كنت في التقليد فظيع، معرفش يعني ممكن تبقى أقوى واحد في الدنيا، بس في المشهد ده أعتقد ان ما أي وجه حاجة بتعطي؟ كوميدي الحقيقة. الوجه العكش، استاذ حسن. حبيب قلبي بص، يعني انت عملت المشهد كويس قوي. لما قربت من منطقة الكوميديا، الإفيه الكوميدي هرب منك، فأنا آسف حبيب قلبي. بيبقى سيرين. احمد، اوعى تفكر انه ساد فيس او سمايلي فيس بغيروا شيء بحياتك اذا انت فعلا موهوب وفعلا عندك طموح. انا بدي اعتذر منك وبدي اطلب انه بالاحرى بدي اتمنى لك حظ حلو. 3 وجوه حزينة لأحمد عبد العال، نعتذر منك وشكرا للمشاركة بذا كوميدي يا أحمد.